اتسمى زمان داء الملوك عشان كان بيحصل للناس الغنية اللي بتاكل لحمة كتير، ولكن مع مرور الزمن اتأكدنا ان اللحمة كانت مظلومة معانا، وانه ممكن يحصل بسبب اكلات تانية زي الفول والعدس وغيرهم من البقوليات. انا احمد شعبان، ودي حلقة جديدة من الصيدلية. النقرس بيحصل بسبب زيادة في حمض اسمه يوريك أسيد، واللي بعد ما مستواه بيزيد في الدم بيبدأ يروح على المفاصل ويترسب هناك. وأشهر مكان بيترسب فيه هو صباع الرجل الكبير، ولما بيترسب في المفاصل بيعمل التهابات شديدة واحمرار وورم في المكان اللي اترسب فيه، بل كمان لو اتساب من غير علاج ممكن يسبب تآكل المفصل اللي اترسب فيه. وعشان نفهم ليه كل ده بيحصل محتاجين نعرف الأول ازاي جسمنا بيطلع اليوريك أسيد. اليوريك أسيد هو الناتج النهائي لتكسير مجموعة من المركبات اسمها بيورينز، والبيورينز دي هي عبارة عن قواعد نيتروجينية اللي أصلا بتكون الدي ان ايه. وهنا نقدر نقول ان اي اكلة غنية بالدي ان ايه بديهي هيكون جواها بيورينز، والبيورينز دي لما تتكسر هتطلع لنا اليوريك اسيد. واشهر الاكلات دي هي اللحمة والفول والبقوليات عموما، واعضاء الحيوانات اللي بتتاكل زي الكبدة والمخ، وانواع كتيرة من الاسماك زي السردين والمكاريل، وكمان المشروبات الكحولية والمشروبات الغنية بالفركتوز. بعد ما بناكل الأكلات دي المعدة بتبدأ تهضمها، وبعدين بتروح على الأمعاء عشان يحصل لها امتصاص، ولكن مركبات البيورينز بتفضل زي ما هي على صورتها المعقدة. وهنا محتاجين ندخل مايسترو التبسيط في الجسم، وهو الكبد، اللي ممكن ياخد أي مركب معقد وكبير ويبسطه لمركبات سهلة يقدر الجسم يستفيد منها. وبالفعل الكبد بياخد المركبات دي ويبدأ يشتغل عليها في عملية معقدة وكبيرة جدا لحد ما يطلع في الآخر اليوريك أسيد. لحد هنا الدنيا بتمشي طبيعي وكويس ومفيش أي مشاكل خالص. اليوريك أسيد المفروض يبقى موجود في الجسم بنسبة تتراوح من 4 ل 8.5 مللي جرام لكل ديسيليتر، ولكن لو مستواه زاد في الجسم يبدأ اليوريك أسيد اللي ماشي في الدم يروح ناحية المفاصل ويترسب هناك، فيعمل فيها التهابات واحمرار وورم ومشاكل كتير. وهنا بيعاني المريض من ألم شديد جدا في المفاصل لدرجة ممكن تخليه ما يعرفش يتحرك أصلا، وبيجي على هيئة نوبات بتستمر من 7 أيام ل 14 يوم. واليوريك أسيد شكله عبارة عن كريستالات مدببة، فلما بيرسب في المفاصل بيعمل إحساس زي شكشكة بالدبوس في المفصل ده. بل وكمان الشكوى الشائعة لمرضى النقرس إنهم بيحسوا بشكشكة في كعب الرجل أول ما يحطوا رجلهم على الأرض أول ما يصحوا من النوم. بل كمان الدم لما يروح للكلى عشان تفلتره ممكن اليوريك أسيد يترسب فيها، وده اللي بيدخلنا في مشاكل تانية وهي أملاح وحصوات اليوريك أسيد. وأعراضها بتكون ألم في الجنبين، ألم أثناء الحمام، ولو الحصوة اللي اتكونت كبيرة ممكن تعمل انسداد جزئي أو كلي لمجرى البول. وهنا نيجي للعلاج. احنا عندنا في نوبات النقرس حاجتين محتاجين يتعالجوا. الحاجة الأولى هي الألم اللي ناتج عن ترسب اليوريك أسيد في المفاصل، وده ممكن نعالجه بمسكنات زي بروفين وكتافلام، او ممكن نلجأ للمسكن الذهبي في حالات النقرس وهو الكولشيسين. الكولشيسين مش بس بيقلل الألم ولكنه بيقدر يقلل الالتهابات اللي حصلت في المفاصل من ترسب اليوريك أسيد فيها. ولو النقرس وصل لمرحلة كبيرة قوي ممكن نلجأ لحقن الكورتيزون في المفصل نفسه، ولكن ده طبعا تحت إشراف طبيب. أما الحاجة التانية وهي تقليل إنتاج اليوريك أسيد، ولكن خلي بالك إحنا مش بنعمل الكلام ده أثناء نوبة النقرس، لأننا لو خدنا الأدوية دي أثناء نوبة النقرس ممكن تزودها، وهي كده كده أصلا مش هتنفعنا لأن هي بتمنع تكوين اليوريك أسيد الجديد، مش بتقلل اليوريك أسيد اللي أصلا موجود. وبنستنى 14 يوم بعد انتهاء نوبة النقرس ونبدأ ناخد الأقراص دي، وأشهرهم هو زيلوريك أو فيبيوريك حسب ما يشوف طبيبك. أما لو أملاح وحصوات اليوريك أسيد اترسبت في المجرى البولي فهنا بناخد فورات تدوب الأملاح دي زي يورالايت أو يوروسولفين. وبما إن الفورات دي ناقصة دلوقتي شوية فممكن نستعمل الشعير أو نبات اسمه الحلفة لعلاج الأملاح دي. وهنا نيجي لأهم سؤال، إزاي نقلل نوبات النقرس أو أصلا ما يجيلناش نقرس؟ بنتجنبه عن طريق إننا نتجنب أسبابه، يعني ما يكونش فيه إسراف في تناول اللحوم والبقوليات والأسماك، وكمان ما نشربش كحول. وخلي بالك مش بس الأكل هو اللي بيزود اليوريك أسيد، ولكن كمان في أدوية ممكن تكون بتاخدها هي اللي تجيب لك النقرس، زي الأسبرين لما بيتاخد بجرعات قليلة للوقاية من الجلطات، أو الأدوية المدرة للبول اللي بتستخدم
بتستخدم عشان تقلل الضغط. الادويه دي بتخلي الكلى ما تطلعش اليوريك اسيد في البول بكميه كبيره، فبالتالي يبدا يكتر في الدم فيروح على المفاصل ويرسب فيها. فلو بتاخد الادويه دي وانت اصلا عندك نقرس او جالك نقرس بعد ما استعملتهم، لازم تراجع طبيبك عشان تغيرهم. وبكده نكون وصلنا لنهايه حلقتنا النهارده، يا رب تكونوا استفدتوا منها. ما تنساش تبص على المصادر وتشوف الحلقات اللي فاتت، وتدعمنا بلايك وشير وسبسكرايب للقناه.